اتصال غريب وصلني من شخص في إسرائيل. تحياتي. بالبداية أريد أعلق على فد نقطة بسيطة نتيجة اتصال معين وصلني. أكو فد فكرة سائدة عندنا في الشرق الأوسط بشكل عام، يعني تقول بأنه الإسرائيليين هم شعب متطور ذكي كذا ومتقدم كثيرا وأفكاره يعني مهمة جدا ويعني كل الكلام هذا. وبالمناسبة هذا الكلام ليس فقط من محبي إسرائيل، حتى من كارهي إسرائيل هم في داخلهم يشعرون بأنه هذا الكلام صحيح، وبأنه الإسرائيليين هم شعب متطور، ناس متطورين، فكر متطور، عقل متطور إلى آخره من الكلام. ولكن طبعا قسم يعترف قسم لا يعترف، لكن هذا هو المجمل العام. أنا الحقيقة لا أملك هذه الفكرة مطلقا. أنا أعتقد أنه كل الناس اللي تعيش في الشرق الأوسط الآن تعاني من مشاكل كثيرة، تعاني من عقد، تعاني من مشاكل، تعاني من أفكار خاطئة، إشي قومي وإشي ديني وإشي طائفي وإشي عنصري وإشي مناطقي وإلى آخره. والناس اللي يسكنون في ما يسمى بإسرائيل لا يختلفون كثيرا عن الناس في الشرق الأوسط، نفس الأمراض ونفس المشاكل ونفس العقد هذه. شنو مناسبة هذا الكلام الآن؟ مناسبته هو فد اتصال غريب وصلني من شخص في إسرائيل. وهذا الشخص في إسرائيل اللي تشوفون صورة الحساب مالته الآن، واللي عرفت أنه اسمه الياهو، هذا الشخص أولا نزل بي مسبة وغلط، هيك من أمك، هيك من عائلتك، هيك بنفس الطريقة اللي أنا أسب بها عادة من الولائيين، نفس الطريقة. ونزل إلي إحنا انتصارات، انظر انتصارات الجيش الإسرائيلي، يا كذا يا كذا يا كذا، شتايم علي. ونزل الصور المنجزات اللي حققها الجيش الإسرائيلي، ضربنا كذا، دمرنا كذا، دمرنا كذا. فأنا الحقيقة جاوبته جواب واحد فقط، قلت له شوف أنا أعرف أنه أنت منغاض، يعني لأن أنا أتكلم عن جرائم إسرائيل، وغيظك وطريقتك بالتعبير هذه تذكرني بالضبط هؤلاء اللي منغاضين أيضا مني لأني أفضح جرائم إيران بنفس الوقت. وواضح جدا أنك أنت وإيران نفس الكفة، نفس مستوى الجرائم، ولكن ليس نفس الإنجازات بكل تأكيد. إسرائيل جيش أقوى بكثير من الجيش الإيراني، وقوة القمع اللي موجودة أو قوة الإجرام اللي موجودة على الجيش الإسرائيلي أقوى مما موجودة عن الجيش الإيراني. الفرق هو في مستوى القوة. لو كانت الجيش الإيراني يملك بنفس القوة لكان مارس نفس الجرائم اللي مارسها الجيش الإسرائيلي. فبالتالي أنا لن أتوقف أبدا عن فضحكم أنتم في إسرائيل بما تقومون به من جرائم، ولا عن فضح الجانب الإيراني بما يقوم به أيضا من جرائم. وشتيمتك هذه تؤكد لي أني في الطريق الصحيح. سؤال وهو رئيس الجمهورية الذي انتخب مؤخرا اللي هو السيد نزار آميدي لمن يتبع؟ لأي كتلة يتبع رئيس الجمهورية؟ طبعا واحد راح يقول لي يا أخي وهذا سؤال يعني واضحة جدا القضية ومعلنة ورسمية. الأخ يتبع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اللي رئيسه السيد بافل طلباني. هذا هو الجواب؟ لا، ليس هذا هو الجواب، وليس هذا ما قصدته. نعم، من الناحية الرسمية نزار آميدي يتبع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن لو نظرنا مليا شوية إلى جلسة مجلس النواب الأخيرة وحاولنا أن نحلل ما الذي يحدث بالضبط بها، لاكتشفنا أن جلسة مجلس النواب الأخيرة انقسمت في واقع الحال إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو التحالف الواسع الذي صنع داخل مجلس النواب، والذي أنتج عنا انتخاب نزار آميدي رئيسا للجمهورية.
ممن يتكون هذا التحالف الواسع؟ هذا التحالف الواسع يا أخوان يتكون من طبعا الاتحاد الوطني الكردستاني، أكيد واحد من هذا التحالف. ثانيا العصائب، قيس الخزعلي. 3 السوداني، محمد شياع السوداني. كل واحد أنا من دا أقول اسمه عليكم أن تتخيلون الكتلة الانتخابية اللي يتبعها. 4 ريان الكلداني. وأخيرا الحلبوسي نفسه، اللي هو كان مسيطر على جلسة البرلمان اللي أخرجت هذه الجلسة. يعني بالنتيجة هذول الفرقاء كلهم مو بس كانوا مسيطرين عدديا كما نرى الآن، وإنما كانوا حتى مسيطرين على الجلسة كلها من خلال رئيس البرلمان نفسه اللي هو جزء من هذا التحالف. أنا من أقول الحلبوسي أنا دا أقصد محمد الحلبوسي أو هيبة الحلبوسي، حتى الآن لا فرق بين الاثنين. إذن هذا التحالف الواسع هو الذي أخرج رئيس الجمهورية. السؤال هو من هو الشخص اللي يرأس هذا التحالف الواسع؟ هذا الشخص اللي يرأس هذا التحالف الواسع للمفارقة هو ليس سياسيا، وليس له أي كتلة سياسية، وليس له أي منصب سياسي. من هو هذا الشخص؟ هو فائق زيدان. فائق زيدان هو اللي يرأس هذا التحالف الواسع اللي أنتج عنا رئيس الجمهورية الحالي. وطبعا في مواجهة هذا التحالف اللي هو إذا صح التعبير هو ليس تحالفا إيرانيا 100%، وإنما هو تحالف يقع بين هو التحالف في المنطقة الرمادية اللي اعتادت دائما على أن تحكم العراق ما بعد مرحلة داعش. التحالف اللي يريد أن تبقى علاقاته بإيران، ويريد أيضا يغازل أمريكا، ويريد منا ويمشي أموره بهالطريقة هذه. مقابل تحالف آخر بدأ ينشأ ويتوسع ويكبر مؤخرا دوره كثيرا في خلال الحرب الحالية، اللي هو التحالف الإيراني الكامل، واللي الآن بسبب تغريدة ترامب الأخيرة حول نوري المالكي خلى المالكي ينضم إلى هذا التحالف. المالكي زائدا القوى المتشددة والراديكالية داخل الإطار التنسيقي اللي تريد تمشي بالبلد إلى الحرب الكاملة ضد الولايات المتحدة، واللي تمشيها إيران الآن بشكل مباشر من خلال ضباطها في داخل العراق، ضباط قوة القدس في داخل العراق. وضباط قوة القدس بلغت من قوتهم في داخل العراق كما أشار الصديق الأستاذ علي السراي في مقالته الأخيرة أو في تحقيقه الأخير، أصبحوا من القوة بحيث هم اللي يسيرون الوضع كله في داخل العراق ويمشون هذا الوضع كله من الناحية الأمنية. بل أن هناك ضابط أشار إلى علي السراي بأنه هو الضابط الأعلى في قيادة القدس في داخل بغداد، يتصلون به 4 رؤساء أحزاب شيعية كبرى، ما قال المقال منهم هؤلاء، ويحاولون يتوسلون به أنه يوقف عملياته ضد المصالح الأمريكية في العراق، ولكنه يرفض ويسد التليفون، ما يفتح تليفون عليهم ويخليهم يدقون عليه ما حد يجاوبه. وواحد من الأجهزة الأمنية يقول من هو أبو فلان الفلاني، هكذا بالنص أبو فلان الفلاني. من هو أبو فلان؟ ما قال المقال. من هو أبو فلان الفلاني اللي هو أجنبي يفترض داخل العراق وقاعد دا يمشي الوضع الأمني كله في العراق، وبنفس الوقت ما حد يقدر يحكي وياه، وما حد يقدر يلقي القبض عليه، ما حد يقدر يمنعه من مهاجمة المصالح العراقية، ويمنعه من مهاجمة الشركات اللي متعاقد معها العراق، ويمنعه من مهاجمة كردستان العراق وإلى آخره. من هو هذا الشخص؟ شنو هو سلطته وشنو هو قوته؟ هذا هو واقع الحال. واقع الحال أنه النظام الحالي أو الحكومة الحالية، حكومة السوداني، هي صحيح قاعد تشتغل من جوة في موازاة هذا الفريق أو في معاداة هذا الفريق أو في خصومة هذا الفريق، منافسة هذا الفريق، ولكن هي في واقع الحال لا تملك الجرأة على مواجهة هذا الفريق بشكل فعال.
نرجع مرة ثانية إلى صراع الجناحين في داخل مجلس النواب اللي أنتج عنه. طبعا يقال في آخر جلسة للإطار التنسيقي جاء حضرها فايق زيدان، وفايق زيدان أشار بشكل واضح وأشر بشكل واضح إلى أنه التوقيتات الدستورية وأنتم خرقتوا التوقيتات الدستورية وكذا. فالوحيد اللي طلع بوجهه وهاجمه بشكل مباشر في هذه القعدة هو نور المالكي، لأنه نور المالكي أصبح يدرك جيدا أنه القطب الذي سعى إلى إيصال الرسالة لترامب بعدم جدوى أو عدم أو ضرر تولي المالكي لرئاسة الوزراء كان فايق زيدان نفسه. المالكي أدرك ذلك الآن، أدرك أن الرسالة وصلت. طبعا ليس فايق زيدان لوحده هو من استطاع أن يصل لترامب، لا، هناك أطراف كثيرة كما قلنا في وقتها إقليمية ودولية كلها يعني تضافرت على فكرة منع المالكي من رئاسة الوزراء وضرر المالكي وكوارث المالكي اللي صابت العراق أثناء رئاسة الوزراء. المهم، فالمالكي حس بأنه فايق زيدان ده يشتغل ضده، فقام في هذه الجلسة وجه كلامه إلى فايق زيدان، قال له إحنا كنا موجودين الآن وكنا أقطاب في داخل الإطار التنسيقي وكنا عندنا قوى وعندنا أحزاب وعندنا مقاعد، حضرتك شنو جاي هنا؟ هكذا بالنص. ففايق زيدان جاوبه قال له أنا حاضر هنا بصفتي السلطة القضائية وبصفتي كذا، وأنا حامي الدستور وأنا ما أدري إيش وكذا. فكانت هناك جلسة محتدمة حقيقة بين المالكي. طبعا لا أحد يجرؤ أن يواجه زيدان في السلطة، لا أحد يجرؤ، لا ميليشيات ولا فصائل ولا إلى آخره. الوحيد اللي واجه زيدان كان هو المالكي، وواضح أنه هذا النظام دا يسير نحو سيطرة وزعامة زيدان عليه. زين، يبقى السؤال الآن بعد ما انحسم. طبعا بالمناسبة الخاسر الوحيد من كل ما حصل هو البارتي مسعود البرزاني. ليش؟ لأنه مسعود البرزاني ظل متمسك بمرشحة الغير مرغوب فيه والمكروه كرديا حتى من داخل البارتي. يعني حتى بداخل البارتي كما وصلني ناس كثيرين يقولون لي في سرا، طبعا لا أحد يستطيع أن يواجه مسعود، لأنه هاي قادة الأحزاب مالتنا ما حد يقدر يواجههم، كل واحد هو صدام صغير في حزبه. المهم، فسرا يتم تداول أنه فؤاد حسين لا يصلح، فؤاد حسين ليس مرغوب، فؤاد حسين كذا، لكن هو أصر وعاند. والمشكلة الأساسية أنه هو ما قدر يشكل روحه في الفريق اللي ممكن أن يكون أقرب للولايات المتحدة اللي هو فريق زيدان، ولا يقدر يبقى ضمن الفريق اللي أصبح الآن معاديا بشكل كامل للولايات المتحدة ويتقصد الضرب، بل ويتقصد ضرب كردستان نفسه اللي هو فريق المالكي الآن ده يتكون شوية شوية. فلهذا أعلن حتى في وقتها عندما قيل بالانسحاب في داخل البرلمان، هل أنه انسحاب البارتي جاء بالتوافق أو بالتزامن مع دولة القانون أو مع حزب الدعوة أو مع المالكي؟ اثنينهم أجابوا بما معناه أنه لا، احنا ما لنا علاقة ببعض. فبالتالي انعزل مسعود لوحده في داخل البرلمان. طبعا مسعود الآن دا يريد يثير قضية هي خسرانة، اللي هي عدم دستورية الجلسة كلها، لأنه طلعت العضوة مالته إخلاص الدليمي عضوة البارتي لكي تقول بأنه احنا هي عدة الحضور اللي جالسين في داخل الجلسة هذه كانوا 185 وليس 230 كما ادعى هيبة الحلبوسي. فبالتالي الجلسة كلها تعتبر من الناحية الشكلية غير دستورية وغير قانونية، وبالتالي الانتخاب هي محاولة، ولكن هي محاولة لن تنجح، لأنه هذه المحاولة هي وين راح تروح؟ هي وين راح تشتكي إخلاص الدليمي أو البارتي كله؟ وين راح يشتكون؟ راح يشتكون هي فايق زيدان. فالقضية كلها محكوم عليها بأنه يعني تروح بوش، لكن هم دا يحاولون بكل جهد وبكل إمكانية. خلينا نسأل السؤال الأهم، ماذا يعني ذلك؟ يعني ماذا يعني أنه هذا الفريق استطاع أن يثبت مرشحة لرئاسة الجمهورية، وخصوصا أنه هم مطالبين كل الإطار التنسيقي وكل كذا مطالبين في أنه يتم حسم هذا الموضوع خلال الأسبوعين القادمة. طبعا للعلم، بس أيضا أقول لكم للتذكير فقط، ترى نور المالكي لم يسحب ترشيحه حتى الآن،
من الناحية الرسمية لم يسحب ترشيحه حتى الآن، لأن هو قالها في وقتها إذا تتذكرون جميعا، قال أنا لن أسحب ترشيحي، إذا الإطار التنسيقي يريد يعني يلغي ترشيحي فليقم الإطار التنسيقي بذلك، وما سوى الإطار التنسيقي هذه العملية. فبالتالي رسميا ترشيح المالكي ما زال موجود. طيب هاي واحدة. اثنين، الفريق الثاني هيبة الحلبوسي، انظروا لهاي النقطة المهمة. هيبة الحلبوسي دعا في مجلس النواب الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى إعلان مرشحها لرئاسة الوزراء. هنا أصبح السؤال واضح، هل الكتلة النيابية، رجعنا لنفس الجدل القديم اللي أثارته قصة مدحت المحمود في وقتها حول الكتلة الأكثر عددا وكذا، هل الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات اللي هي الإطار التنسيقي، أم الكتلة التي فازت بأكبر المقاعد في الانتخابات اللي هي الإعمار والتنمية التابعة للسوداني؟ لأنه إذا كان التفسير هو الثاني، إذا معناها الدعوة ستوجه إلى محمد شيع السوداني حصرا لتشكيل أو لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء، وطبعا هو معروف للمرشح. بينما إذا صار التفسير الأول ستوجه إلى الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي قد يختار محمد شيع السوداني وقد يختار نور المالكي، لأنه الآن هم سابقا قبل لا تبدي هذه الحرب وقبل لا يبدي الضرب وقبل لا يبدي كذا، الكل كانت تخشى من مواجهة الولايات المتحدة وأن ترفض رغبة الولايات المتحدة في استبعاد نور المالكي، وكلهم كانوا يخشون هذا الشيء. الآن بعد ما انكسرت البيضة، هل سيبقى من كان يخشى سابقا يبقى يقول لك احنا بعد من ايش نخاف؟ المبلل ما يخاف المطر، فتعالوا خلينا نواجه الولايات المتحدة ونختار المالكي. هذا الفريق الراديكالي الذي مالكي ما زال يعول عليه. والفريق الثاني يبدو أنه دا يعد العدة حتى يكون السوداني هو رئيس الوزراء القادم. ويبقى السؤال، ايش قد يملك الفريق الأول من المقاعد وايش قد يملك الفريق الثاني من المقاعد؟ ولكن السؤال أعتقد الأكبر والأهم هو موقف الولايات المتحدة. ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة؟ طبعا إذا تم اختيار المالكي كرئيس الوزراء، موقف الولايات المتحدة معروف، وهاي سبق أن أعلنت من قبل ترامب، ولا أظن أنه بها مجال الآن بالذات للتراجع عن هذا الموضوع من قبل الولايات المتحدة. يبقى السؤال، ماذا لو اختير السوداني؟ هل الولايات المتحدة ستمانع في اختيار السوداني؟ أنا باعتقادي هناك واحد من اثنين، إما أنها ستمانع في اختيار السوداني لأن السوداني فشل، وإذا أردت معرفة دلالة الفشل بعيون أمريكا انظروا إلى الاستدعاء اللي تم في وزارة الخارجية الأمريكية السفير العراقي خير الله، حتى تعرفون وتتأكدون بأن الولايات المتحدة، طبعا هذا الاستدعاء يعتبر ثاني استدعاء من سنة 2023، لم يحدث أن أمريكا استدعت منذ ذلك التاريخ وإلى حد اليوم استدعت سفير وقدمت له احتجاج رسمي. يعني في 2023 كان استدعاء السفير الروسي في وقتها على الاحتجاج على موضوع أوكرانيا أو شيء من القبيل، ولكن الآن هذا الاستدعاء الثاني للعراق، للسفير العراقي، لإبلاغ احتجاج الولايات المتحدة على التواطؤ اللي حاصل في حماية الجهات التي قامت بقصف منشآت أمريكية وكذا، لأنه الآن أصبح معروف أنه عملية الضرب اللي استهدفت الدبلوماسيين الأمريكيين في قريب منطقة المطار تمت بغطاء من ما يسمى بالشرطة الاتحادية وقتها. فإذا ترامب غاضب من السوداني أيضا، لا أعرف إذا كان بمثل غضب من مالكي أو رفض للمالكي أم لا. فإذا احتمال كبير أنه ترامب أيضا يرفض السوداني مثل ما رفض المالكي من قبل، أو احتمال أنه يقبل بالسوداني. ليش؟ لأنه أصبح ينظر لكل النظام العراقي الآن نظرة رفض. لهذا لم يعد يهم ترامب في من يتولى رئاسة الوزراء بالعراق، إذا كان السوداني ولا المالكي، أنتم كلكم مغضوب عليكم. كل هذا النظام أصبح مرفوضا بالنسبة لي. أو أن يصار إلى أنه يقبل بالسوداني على أساس أن السوداني هو أفضل من المالكي وهو أفضل الموجودين حاليا،
وأن الولايات المتحدة رغم امتعاضها من ضعف السوداني لكن ما زالت تنظر له بعين الرضا. إذن هناك احتمال القبول أو احتمال الرفض، والقبول بتفسير شعبتين أو أن يكون الرفض. فهذه يا أخوان هي وضع حاليا في داخل النظام الحاكم. أخوتي الأعزاء متابعي تشرين، تجاوزنا 200 ألف متابع. همتكم وجهودكم وياي نقدر نوصل للمليون وللمليونين وأكثر. تابعونا دائما على الفيس، على اليوتيوب، على التيك توك. ضعوا إشارة اللايك، ناقشوا بأفكارنا، والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم. دعونا ننظر إلى نتائج مباحثات إسلام آباد. مباحثات إسلام آباد فشلت، والحقيقة الفشل هذا يعني قبيل توجه الوفدين إلى إسلام آباد كان متوقع إلى حد كبير. وقد لا تصدقون إذا قلت لكم أنه أنا من شفت الوفدين ونوعية الوفدين اللي فيها، نوعية الشخوص اللي في الوفدين، اتنبأت مسبقا بالفشل. وهاي راح تكون غريبة. ليش؟ رئيس الوفد الأمريكي هو نائب الرئيس الأمريكي فانس، وفانس بالذات هو الشخص الوحيد اللي تسرب، واعتقد هذه اصبحت معروفه للقاصي والداني، الشخص الوحيد الذي تسرب عنه من داخل الاداره الامريكيه بانه كان لديه تحفظات على الحرب مع ايران، ولم يكن موافقا 100% على الحرب مع ايران، وانه يتمنى وجود تسويات دبلوماسيه وسياسيه وكذا احسن من الذهاب الى الحرب. هذه كانت وجهة نظر فانس. إذن فانس ليس من مؤيدي الحرب. طيب هذا واحدة. اثنين، الوفد الإيراني يقود قاليباف، وقاليباف مهما كان رؤيتنا لتشدده فهو لابد أخف تشددا بكثير من بقية القيادة الإيرانية الحالية، وبالتالي هو يمكن، ومعاه عراقشي أيضا بالمناسبة، ومعاه باقري، يعني كل المجموعة الدبلوماسية التي هي بطبيعتها أميل للتفاوض وأميل للتفاهم من المجموعة الراديكالية الثورية اللي موجودة في داخل إيران. طيب يا أخي أنت والله العظيم ده تناقض نفسك، ده تقول فانس هو من مؤيدي عدم استخدام القوة، وقاليباف هو من مؤيدي استخدام الدبلوماسية، وهم رؤساء الوفدين. شلون تتنبأ بفشل الوفدين بحضور هيك رؤساء؟ نعم، اتنبأت بهذا الموضوع وبالذات لهذا السبب. راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك أنه فانس ذهب إلى إسلام آباد وعيون الصقور في واشنطن كلها عليه، كلها مركزة على فانس، وأنه احتمالات أنه فانس يقدم تنازلات وتسويات قد لا يرضى عنها الرجل الكبير في واشنطن، لا يرضى عنها ترامب نفسه. فبالتالي راح تكون هذه فرصة جدا حرجة بالنسبة لفانس، أنه أما أن يثبت ولاءه بشكل كامل لترامب، وأما أن يخسر ثقة ترامب فيه، خصوصا وأمام فانس معركة الخلافة، خلافة ترامب القادمة خلال السنتين القادمتين أو أكثر قليلا. لهذا فانس موقفه حرج جدا، هو معروف عنه أنه لا يرغب في الحرب، فإذا حصل منه أي تنازل من أي نوع سوف يفسر على أنه هذا تخاذل، لأنه هي هاي وجهة نظره وهي، فلهذا هو مضطر للتشدد أكثر من غيره. ونفس الشيء حصل أيضا بالنسبة لقاليباف. قاليباف يقال ذهب وهناك صراع كبير على عضوية الوفد الإيراني، 70 شخص في داخل الوفد الإيراني من مختلف الاتجاهات، كلها ذاهبة لا لكي تفاوض الأمريكان بل لكي تراقب قاليباف وتراقب أداء قاليباف. أحمد وحيدي قائد الحرس قال بنفسه منتقدا قاليباف ومعبرا عن مرارة اختيار قاليباف، أنه شوفوا قاليباف يذهب إلى إسلام آباد
لمصافحة الشخص الذي قتل المرشد علي خامنئي، وإحنا بعدنا هستونا دافنين علي خامنئي. هذا ما قال علي وحيدي عن قاليباف في إسلام آباد. فانظروا إلى حراجة موقف قاليباف. إذن لا قاليباف يستطيع التنازل ولا فانس يستطيع التنازل. ذهبوا إلى إسلام آباد وهم معبئين بالكامل للنهاية. والمصيبة في هذا الأمر أنه أنت لو تجي إلى إسلام آباد، أنت في معرض مناقشة بين الاثنين، ما أحد بيهم يعترف بالهزيمة ولا أحد يعترف بيهم بتفوق الآخر. إيران اللي متهدمة ومتفلشة ومضروبة ومنتهية ما زالت تصر على النصر، وترامب اللي هو يعرف جيدا أنه النزم لزمة قوية من رقبته من خوانيقة مثل ما يقولون في قضية مضيق هرمز، يصر على إنكار هذا الموضوع علنا، ويصر حتى على تسفيه مهمة الوفد، ويقول أنا ما يهمني هذا الوفد وما يهمني شيء توصل إليه، أنا منتصر أصلا، أنت قتلت الوفد قبل لا يقوم بأي شيء. زين، لما يكون طرفين بهذا الاتجاه هم رسميا، ولما يكونون قادة الطرفين أو قادة المفاوضات لدى الطرفين اثنيناتهم محكومين بهاي الحكم، ما الذي تتوقع منه؟ ما الذي تتوقع؟ هذا اللي حصل بالضبط هذا اللي حصل. دعنا نسأل السؤال الأهم طبعا، واللي هو أهم من قضية تحليل ما حصل في إسلام آباد 21 ساعة المستمرة من التفاوض كما قال فانس. يعني طبعا بالمناسبة لما فانس قال 21 ساعة وطلع، هو اعترف أيضا في المؤتمر الصحفي من قالوا له كم مرة تواصلت ويا ترامب؟ قال والله ما أدري، 6 12 15 مرة ما أعرف يعني. وهذا ما يدلك على أنه كيف أنه فانس كل خطوة بكل كلمة كان مراقب، كان هذه تسوي هيك لا تسوي هيك، هكذا كان فانس محكوم في التفاوض يعني. ومن يدري من الجانب الإيراني اللي طبعا ما يحكي. بالمقابل طلع عراقشي يعني تحسه بالتصريح مالته يعني هو مستقتل، يريد المفاوضات تبقى، بس ماذا يقدر، ماذا يعرف شو يسوي. يقول يعني معقولة احنا نصل الى نتيجة خلال جولة واحدة وجولتين؟ لك عمي لا تروحون، كأنه دا يتوسل بالامريكان لا تعوفون الجلسة، ابقوا يا معودين بركة نوصل نتيجة بركة كذا. طبعا لا توجد نتيجة ممكن الوصول اليها، ولو استمرت الجلسة ايام وايام وايام ماكو فايدة في هالقضية. المهم ترامب قرر أن يبدأ حصار بحري. طبعا احنا لحد الآن يعني من نسمع قرارات ترامب ما تعرف شنو هي القرارات وماذا يريد. لكن عموما خلينا نشوف نوعية الحصار وما ينتج عن هذا الحصار، ونشوف شلون تصفى الأمور. دائما خليكم ويانا.